ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت. النهاردة هقدم لكم قصة كاملة بقلم الكاتبة الجميلة رقية ناصر. لكن قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. هي يعني انتي شايفة اللي بيعمله ده صح؟ رديت ببرود وقلت وفيها ايه مش فاهمة؟ مريم انت اتجننتي؟ ده بيعاملك كأنك خدامة مش مراته ابدا. طب اعمل ايه؟ بحبه ومش عارفة اتخطى حبه ابدا. وبعدين ينهد الحب مش بايدينا. مريم افهمي، ده مش حب يا حبيبتي، انت اتسرعتي والله. فكري في موضوع الخلفة ده مش دلوقتي، الطفل هيتبهدل معاكم. نهاد بطلي بقى السواد والكره اللي في قلبك ده. انت مالك؟ كل مرة تقولي لي فكري فكري يا ستي انا حرة. انت مالك، هو جوزي ولا جوزك؟ الله. وبعدين ما تتدخليش في خصوصياتي. انا في قلبي سواد وكره من ناحيتك يا مريم؟ وانا لو في قلبي سواد هسيبك وما انصحكيش؟ مريم افهمي اللي فيه طبع عمره ما هيغيره، وبعدين هو عمره ما هيتغير علشانك. انت مش شايفة اسلوبه عامل ازاي؟ عمر طيب والله. انا مش عارفة انت مش بتحبيه ليه، هو عملك ايه؟ ربنا يفرحك يا مريم. يلا عايزة حاجة؟ انا ماشية. نهاد يا نهاد استني. نهاد مالها دي؟ اتقمصت ليه؟ فجأة لقيت تليفوني بيرن وظهر على الشاشة اسمه عموري. قلبي لما بيشوفه بيطلع من مكانه، ما بالكم لما بيتصل بقى؟ رد عليا بصوت خشن وقال لي عاملة ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ كويس؟ ايوه كويس. وحشتني قوي يا عمر. عاملة اكل ايه؟ على فكرة انا بقولك وحشتني. وانا طنشت. ده يبقى معناه ايه؟ عمر بلاش اسلوبك المستفز ده. وصلت النكد هتبدأ. عموما انا مش فاضي، باي. عمر ما تقفلش علشان خاطري، لما افضى هرن عليكي. سلام. عدى اسبوع على الحال ده، وصاحبتي نهاد مش بتكلمني من اخر مرة. انا برضو ما كانش ينفع اقول لها كده. قررت اني البس واروح اصالحها. نهاد انزلي افتحي لي، انا تحت. تحت فين؟ قدام بيتك. هكون فين يعني؟ انزلي. تعالي اطلعي. ما بتسأليش عليا ليه؟ هنا عليكي تسيبيني؟ والله مش حضرتك قلتيلي ما تتدخليش في حياتي؟ اديني اهو سبتك علشان ما يحصلش مشكلة وتقولي انا السبب. انتي بتهزري يا نهاد؟ هو انا عمري عملت معاكي كده؟ والله اسألي نفسك. عموما انا حسيت اني زودتها معاكي، بس ما تزعليش مني، انا اسفة. عادي عادي، مش زعلانة. نهاد انتي تعبانة مش كده؟ ما روحتيش تكشفي ليه؟ لا لا، ده دور برد عادي. انتي بتستهبلي يا نهاد، تسيبي نفسك علشان دور برد؟ ولما انت مش بتطيقها معايشها معاك ليه؟ انا عارف انها واقعة من زمان وحبيت اذلها. انت رجعت تاني للحركات دي؟ ولسه هي شافت حاجة؟ ده انا هوريها ايام اسود من قرن الخروب. هترجع لعمايلك تاني؟ انت لازم تروح للدكتور وترجع تتابع معاه. بقولك ايه، سيبني في حالي. انت مالك انت يا ابني؟ انت هتبهدل بنات الناس معاك ليه؟ هتستفيد ايه وانت بتعذبها؟ يا عم انا مش ناقص كلام كتير، انا ماشي. وبعد نص ساعة، ايه ده؟ رجعت من الشغل بدري كده ليه؟ وانت مالك؟ خليكي في نفسك. مالك يا عمر؟ بقالك كام يوم بتتعصب من اقل حاجة، وساعات كنت هتمدي ايدك. هو في ايه؟ وانت مال امك انت؟ هو انا جيت اشتكيت لك؟ ده ايه الهم ده؟ عملت الغدا؟ نطفح ولا ادخل اتخمد؟ يا عمر انت مالك طيب؟ انت تعبان من حاجة؟ تعالي الأوضة اللي تحت السلم عايزك. ايه ده؟ هو في أوضة تحت السلم؟ وبعدين عايزني ليه؟ عايزك في موضوع هحكيهولك لوحدنا علشان العفاريت ما تسمعناش. انتي بتستهبلي يا مريم؟ تعالي وانتي ساكتة. طب ثواني، فوني بيرن هجيبه واجي. طب ما تتأخريش. وبعد ساعة، يا خبر، بقالنا ساعة بنتكلم. عمر كان عايزني في موضوع مهم. يخرب بيتك، اقفلي. اقفلي يا اختي عشان احضر الاكل. سلام. ما جيتيش ليه؟ مش قلتلك ما تتأخريش؟ انا اسفة والله يا عمر، انشغلت في المكالمة. ممكن تقولي هنا طب عايز ايه؟ رد وهو بيلف وشه وماشي، وقال لا خلاص مرة تانية، فاتتك بقى معلش. يا عمر ممكن تقولي هو في ايه؟ حضري الاكل علشان جعان، مش هتحايل عليكي انا الساعة 11 بالليل. انا مش مرتاحة، عايز اعرف ايه في الأوضة اللي تحت. انا هنزلها واشوف في ايه. وبالفعل نزلت واكتشفت ان الأوضة تحت السلم صغيرة جدا، والباب برقم سري. قعدت احاول لغاية ما عملت عيد ميلاده وفتح. يا لهوي، ايه ده؟ ايه اللي انا شايفاه قدام عيني ده؟ معقول يكون اللي في بالي؟ قفلت الأوضة وطلعت جارية على السلم، ودخلت الأوضة وانا بعيط من اللي شفته. من امتى وهو كده؟ طب هو مش بيتعالج ليه؟ صحيت الصبح على صوته وهو بيقول بعصبية انت نزلت الأوضة امبارح؟ طب قول صباح الخير حتى. انطقي، اتنيلتي نزلتي امبارح ولا لا؟ نزلت. في حاجة؟ وانت ايه اللي يخليكي تنزلي الأوضة دي؟ عادي، بالي مرتاحش غير لما نزلتها. انت شكلك هتبقي اول واحدة هتزوري الأوضة دي،
والأجهزة هتسلم عليكي. انت متخلف، انت لازم تتعالج، لو فضلت كده هتموت الناس كلها. هموتهم ليه وانا قصاد عيني بطاية حلوة كل لما ابقى تعبان اجي واعذب فيها واتلذذ شوية؟ لا لا لا، انا لازم اكلم لك الدكتور. مشيت من قدامه ولقيته مسك ايدي جامد وقال لي انتي بتعنديني برضو مش كده؟ يبقى اعمل اللي انا عايزه بقى. لقيته غمى عينيا بشريط اسود وقال لي تعالي هوريكي الاجهزة هتحبيها قوي. ابعد عني، انت حقير وواطي، بكرهك بكرهك. اشتمي براحتك، هتتحاسبي على كل ده. اوعى ايدك القذرة دي عني يا سادي يا حقير. انا ازاي معرفتش كده من زمان انك انسان مريض؟ علشان كده محدش رضي يقبل بيك وبمرضك ده، وانا اللي اندحك عليا من واحد زيك وقبلت بيك. لو كنت اعرف انك كده ما كنتش وافقت عليك. معلش بقى، دي غلطتك انتي مش غلطتي انا. نورتي الأوضة بتاعت الإنسان السادي. ايه رأيك في الأجهزة؟ بصي الكرباج ده ولا الجهاز اللي بيكهرب ده. وبعد ساعة شفتي جسمك بقى عامل ازاي؟ ووشك بقى خريطة. ادي اخرة قلة ادبك وصلتك لكده. ادفوا عليك، انت مش راجل اصلا، ربنا ياخدك. انت عارفة ما كنتش عايز اعمل كده علشان انت مراتي، ما كنتش عايز اذيكي، بس لما بعمل كده ببقى مش في وعي. لما الحالة بتجيلي ببقى عايز اي حد قدامي اعمل فيه كده، بس حظك انت بقى يا كداب. امشي غور من وشي، روحي اتعالج يا مريض. من النهاردة لا انت جوزي ولا اعرفك، وورقة طلاقي توصلي، انت فاهم؟ سابني واخد بعضه ومشي. ساب قلبي مجروح منه وجسمي ووشي متشوه من كتر تعذيبه ليا بالكرباج. جسمي مع كل ضربة كان بيتشنج، جسمي بقى كله جروح، ووشي كأن حد ماسك سكينة وكان بيقطع فيه. احساس العجز ده وحش جدا، واحساس ان شخص بتحبه يعمل فيك كده احساس صعب. لما بقعد افكر مع نفسي بحس اني مستحقرة نفسي، ان الحب عمل فيا كده وخلى شخص زي ده بمرضه يعمل في روحي كده. عدى اسبوعين وانا معرفش هو فين ولا اعرف عنه حاجة. كنت زعلانة عليه، بس المفروض ما زعلش على واحد زي ده. انا كرهته بسبب اللي عمله فيا، بس قلبي ما استحملش وما سبتش مكان الا لما دورت فيه ورحت القسم وبلغت انه مختفي مش لاقيينه. بس ربنا دلني على صاحبه وطلب انه يقابلني وقعدنا مع بعض. انا مش عايز اعرف ايه اللي حصل، بس كل اللي محتاجه منك انك تسمعيني وتحاولي تسامحيه، ده مهما كان جوزك، وانا هحكي لك كل حاجة. وهو طالب مني ايه؟ اتفضل. عمر من زمان بيعاني من مشاكل نفسية، والده ما كانش بيرحمه خالص. كان والده دايما بيقلل من قيمته، كان بيمد ايده عليه. من الاخر ابوه ما كانش بيحبه عشان هو مفكر انه سبب طلاق امه، مع انه كان طفل لا حول ليه ولا قوة. ما كانش بيسيبه يوم الا وهو اذيه والحاجات اللي عنده دي، لغاية لما عمر اتعود على كده. اتعود انه حيوان عايش في الدنيا عشان ياكل ويشرب ويتأذي وخلاص. باباه هو السبب في النقص اللي عنده ده. لما كبر قدم ودخل المدرسة وتعلم وبقى في الجامعة. اول يوم شافك فيه اعجب بيكي، جه وقال لي، بس قال لي جملة عمري ما اقدر انساها، وهي ازاي هتقبل بواحد مريض زيي، واحد ملوش رأي، واحد الدنيا كلها حط عليه حتى اقرب الناس ليه. نصحته وقلت له لو انت بتحبها روح اتقدم، وانت كده كده بتتعالج اصلا. ما كانش موافق خالص، بس بعد ما اصريت انه يروح فعلا راح واتقدم. ولما انتوا رديتوا عليه بعدها باسبوعين انكم موافقين، ما تعرفيش فرحته كانت عاملة ازاي. عمر ما كانش بيعرف يتكلم كلام حلو، كان لما حد بيقوله كلام حلو كان مش بيرد، او مش بيعرف يرد يقول ايه. اتعالج والدكتور قاله انه بقى كويس، وبعد جوازكم لقيته شخص تاني. قلت ازاي، ده عمر صاحبي. اكتشفت انه مش كويس وان الحالة مفيش فيها تقدم. هو ما كانش عايز يظلمك معاه، لكن هو وقت الحالة لما بتجيله مش بيشوف حد قدامه. لما مشي من عندك قرر انه يروح لدكتور كبير في مستشفى ويتعالج تاني. الدكتور قاله ان الأوضة اللي تحت السلم دي المفروض يهدها. لما بيشوف الحاجات دي بيفتكر ايام لما كان طفل. وهو طلب مني اني يشوفك، عايز يشوفك ويتكلم معاكي. القرار قرارك برضو. وانت بقى مطبخة معاه وانا هصدقكم مش كده؟ بص يا بابا، روح قول لصاحبك انا عايزة ورقة طلاقي بدل ما ارفع عليه قضية خلع، وانا خلاص كرهته وقرفت منه. يروح يشوف له واحدة تقبل بمرضه ده، انا خلاص استكفيت منه. امال مين هيستحمله؟ انتي مراته مش مرات حد. شوف انت رايح فين. هو عايز يشوفك يقولك كلام مهم، علشان خاطري لازم تشوفيه. قلتلك مع الف سلامة، انا مش هشوفه. عموما عنوان المستشفى اهو، لو غيرتي رأيك وحابة تروحيله. اخدت بعضي ورحت وانا زعلانة من اللي قاله.
هو مهما كان جوزي ولازم أقف جنبه. كل الناس سابته، لازم أعمل بأصلي وأخليه يكمل علاجه وهنتطلق. فضل كلامه يتردد في وداني. إزاي أب يقدر يعمل في ابنه كده؟ إزاي يقدر يعمل كده في ابنه ويخليه مريض؟ إزاي فعلا دايما المشاكل بتبقى بسبب الأهل؟ أخدت قراري وقلت إني هروح أشوفه تاني يوم، وفي اليوم التاني لبست ورحت له. لو سمحت، في هنا مريض باسم عمر؟ غرفة 115. تمام، متشكرة جدا. فضلت أمشي لغاية ما وصلت للأوضة. قلبي كان عمال يدق، وقلبي عمال يقولي ازاي تدخلي الواحد ضربك ومد ايده عليكي، ده ما يستاهلش برضه. بس هو ما كانش في وعيه. خبطت على الأوضة ولقيته بيقول اتفضل. مريم؟ ايه، ما توقعتش اني اجي؟ لا، انا فرحت انك جيتيلي. ايه فرحت؟ ليه؟ هتمدي ايدك عليا في المستشفى؟ مريم ارجوكي بلاش الكلام ده. اظن انا بعتلك فارس صاحبي وحكالك كل حاجة. سمعت انك عايزني في موضوع مهم. مريم، بتمنى انك ما تزعليش مني، انا اسف وحقك عليا. انا والله بتعالج علشانك وعلشان اولادنا ما يشوفوش ابوهم وهو كده. ده انت رسمت اولادنا كمان. لا وبتتعشم. لا يا حبيبي، انا هاخد ورقة طلاقي وانت تشوف لك حد غيري. مريم، انا بحبك والله. انا زعلان من نفسي ان عملت كده. معلش، كلنا بشر وبنغلط، بس بنسامح وانتي هتسامحيني مش كده؟ لا معلش، مش بسامح. انا كنت زمان بسامح لكن دلوقتي لا. طب وايه فرق زمان عن دلوقتي؟ يمكن اني فقت مثلا. مريم بلاش اسلوبك ده. طب انا عايزك تسامحيني وهعملك اللي انت عايزاه. هنتطلق؟ لا، حاجة غير الطلاق. يبقى خلاص ارفع قضية خلع. مريم اوعي تعمليها. ما هو يطلقني هرفع القضية. ها، انت ايه رأيك؟ انا من رأيي نتطلق بهدوء ومن غير شوشرة، ولو على المؤخر فانا مش عايزاه، بس تبعد عني. مش موافق، لا ده ولا ده. انا ماشية. عايز حاجة؟ اتمنى انك تكمل علاجك علشان لينا كلام تاني مع بعض. لقيته رد بصوت حزين وقال عايز اشوفك تاني لما الاقي نفسي فاضية. مريم بلاش تعامليني كده علشان خاطري، انا فيا اللي مكفيني والله، وراعي اني تعبان. ماشي يا عمر، هبقى اجي اشوفك. ماشي، هستناكي بس ما تغيبيش عني. مشيت من عنده وانا بلوم نفسي ازاي ما فضلتش معاه. هو محتاجني دلوقتي، المفروض اقعد معاه واخفف عنه الوجع مش ازوده عليه. وعدى يومين لكن ما كانش فيه جديد، بس بطمن عليه من فارس صاحبه. الو، ايه يا عمر؟ انا مش عمر يا مريم. فارس؟ فارس، انت بتكلمني من موبايل عمر ليه؟ هو حصل له حاجة؟ اهدي عشان خاطري، اهدي. هو والله راح للأحن مننا كلنا. لا لا لا، ما تهزرش. عمر فين؟ اديني عمر، انا عايزه اتكلم عمر دلوقتي. اديهولي، هقول له اني وحشني قوي واني بحبه. طب تعاللنا على المستشفى. كنت حاسه ان في حاجه وحشه هتحصل. ما كنتش اعرف ان اقرب حد ليا هو اللي يحصل له كده. انا مش عارفه اعمل ايه. قمت بالعافيه ولبست ورحت جري على المستشفى. عايزه اشوفه. اهي مريم يا نهاد، روحي لها. عمر، عمر فين؟ اهدي يا مريم، اهدي علشان خاطري. يا ريتني ما عملت فيه كده، يا ريتني قلبي ما كان قاسي عليه. انا بحبه قوي، انا بكره نفسي، بكرهها. هعيش ازاي من بعده؟ ازاي هدخل بيتي من غيره؟ انا مسامحاه من زمان والله يا عمر، مسامحاك. ارجع لي بس والله ومش هزعلك تاني ابدا. كنت قاعده مش مركزه مع حد فيهم. اهلي موجودين واهله وباباه اللي دمروا نفسيا وجسديا، اهله اللي خلوه مش انسان. كانوا كلهم بيعيطوا على كلامي. مريم قومي لو هتودعي. دخلت قبل ما يكفنوه علشان اودعه. ما كنتش مصدقه اللي بيحصل قدام عيني، كنت حاسه انه كابوس. فضلت اعيط ومش مستحمله المنظر خالص. حضنته جامد لانه اخر مره هحضنه، وفضلت اعيط ونادي عليه علشان يرد عليا ويقول لي انه عايش وهما بيكدبوا عليا. زعقت باقوى صوت عندي وقلت عمر. فقت مخضوضه من الحلم وقعدت استوعب انا حلمت بايه. عدى 5 دقايق وانا على السرير. قمت دخلت واتوضيت وصليت وقررت اني اروح له اطمن عليه. وبالفعل رحت له ودخلت ولقيته نايم. دخلت فتحت الستاير والشبابيك وفضلت قاعدة على الكرسي مستنية يصحى، مش عايزة اصحيه من النوم. وعدى نص ساعة لقيته صحي ولقاني قاعدة قدامه. ايه ده؟ مريم، انتي جيتي من امتى؟ يعني من نص ساعة كده. طب انتي كويسة؟ عمر، انا مش عارفة اقولك ايه. مالك، انتي كويسة؟ ايوه انا كويسة، ما تقلقش. طب تعالي اقعدي جنبي.
عمر انا مسامحاك بجد. يعني انتي مش زعلانة مني؟ لا لا لا، سامحتك خلاص. يعني مش هترفعي قضية الخلع؟ ده اقصى حلمك؟ لا ما تقلقش مش هرفعها. لقيته ضحك وقال لي يا مفترية، عايزة ترفعي على جوزك قضية خلع؟ يا هبلة خلاص بقى بطل. اكيد ما كنتش هعمل كده يعني. بحبك يا مريومتي. يعني انت بجد بتحبني؟ والله العظيم بحبك. وانا كمان يا قلب مريومتك. بتهزمني عيونك كل ما نويت اقسى. ولحد هنا خلصت قصتنا، واتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في امان الله.